بتقول لي ان الارض القديمه دي راحت. لا ما قلتش كده. ما قلتش الكلام ده. يعني هتدونا ارض بديله يعني؟ بص، كل الاحتمالات موجوده لمساعده نادي الزمالك. امتى يا فندم؟ نادي الزمالك بيغرق ان شاء الله. يا دكتور اشرف، دكتور اشرف، حضرتك انت شايف الملفات، وانا لسه كنت بتكلم امبارح انه من 3 سنين كان النادي الاهلي قاب قوسين او ادنى من نفس الموضوع. الارض دي هي اللي حيته، هي اللي جابت له فلوس. انا مش عايز الارض علشان ياخدها حسين لبيب ولا عمرو اديب، انا عايز الارض علشان ياخدها نادي الزمالك المملوك للدوله ويخرج من عثرته. هو ده اللي انا بتكلم فيه. ان شاء الله خير، ورسالتك واصله واحنا داعمين لحل الامور بقدر المستطاع. دي الرساله اللي اقدر اقولها، وان شاء الله يبقى في طمانينه. لا يا فندم، في الحلول، كل الحلول موجوده ان شاء الله. ايوه يا فندم. امتى؟ ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله. اقرب وقت؟ احنا بقالنا 6 اشهر في اقرب وقت. النادي ان شاء الله خير. يا دكتور اشرف، ما هو ده بيأثر على النادي نفسه، بيأثر على الدخل، بيأثر على المباريات. طب ولما ينهار ويشهر افلاسه؟ لا لن ينهار نادي الزمالك، واطمن وبطمن الله. يعني في ارض بديله ان شاء الله؟ لن ينهار نادي الزمالك ان شاء الله رب العالمين، كل الاحتمالات موجوده واحنا مساندين ومساعدين. في ارض؟ دي رساله طمأنينه. يعني هيبقى ما هو الطمأنينه يا فندم هتيجي مع الارض. في ارض. انا عايز اسال سؤال مش فاهمه. دكتور اشرف، في سؤال انا مش فاهمه. هي البلد دي الاراضي فيها قليله؟ يعني هناك اكيد اراضي اخرى كثيره. استاذ عمرو، كل الحلول المساعده موجوده، وانا يعني بقولها لك اهو، في مساعده ومسانده بما لا يخرج عن اسس وقوانين، لكن في مساعده ومسانده. انا بسال حضرتك عشان انا متعود معاك ان انت بتتحمل الاسئله. انا بتحمل على الاخر. بص، الاحتمالين موجودين، يا تتحل الارض دي واحنا ميزين ده كلام تمام. واخد بالك، يا متى يبقى في البديل وفي نفس الاريا بس. طب عظيم، الاثنين ده موجودين. كلام عظيم. الاثنين موجودين وانا مع حضرتك للاخر، لكن احنا بنقول، وكمان كلامي كمسؤول مش محدش، احنا بنحترم كل الجماهير والناس طبعا، محدش يقول حاجه. احنا في مشكله نادي الاتحاد السكندري كنا موجودين مبكر وساعدنا، في مشكله الاسماعيلي احنا ورا المؤسسه مش الافراد، ورا بورسعيد في مشكلته برضو كمؤسسات، والحمد لله انهينا التعثر او الفتره اللي فاتت القانون وبيحصل وبتاع. الحمد لله شايفين النادي الاهلي في استقرار، الزمالك وراه لغايه لما يستقر ان شاء الله. دي رساله الطمانينه اللي عايز اقولها لك. انا عايزك تفضل وراه لغايه اما يستقر. وراه لغايه ربنا يعمل لك استقرار في كل لغايه لما يستقر، وان شاء الله. بس مش كل الكلام في اثناء الحلول يتقال الا في وقته. انا راجل مسؤول، فلازم كلامي يبقى محسوب جدا جدا.